حرفيًا بعد الفيديو ده هيبقى في دماغ تانية لحضرتك أو دماغ تانية للشركة أو حتى مساعدين شخصيين بالAI وكمان هيساعدوك ومش محتاج إن أنت تستهلك كمان tokens وأدوات AI لإن حرفيًا البرنامج اللي إحنا هندرسه في الفيديو ده هيربط لك كل أدوات الشركة ببعض وكل التقارير وكل حاجة أنت محتاجها، ويقدر كمان إن هو يرجّع لك كل البيانات ويربطها ببعض وكإنه العقل التاني ليه. ويالّا بينا نبدأ الفيديو. أهلًا بيكم جديد معاكم إبراهيم خليل، بإذن ربنا هندرس مع بعض برنامج Obsidian وده العقل التاني المدبر ليك. ده خاصيته إن هو بيجمّع لك كل حاجة خاصة بيك في شكل نقاط، والموضوع يبان معقّد، بس الموضوع سهل جدًا صراحة. أنا عامل حاجة كده مبسّطة وبعد كده هنبتدي إن إحنا ندرس الحاجة الكبيرة دي. أنا مثلًا عندي في مثلًا في الشغل، في عندي تقارير تمام، في عندي مشاريع، في عندي أقسام مثلًا زي الCS زي الbranding الperformance marketing الsales في عندي مثلًا الCRM اللي هو ليه علاقة بقاعدة العملا، ممكن تحُط بقى أنت الHR ممكن تحُط مثلًا حاجات ليها علاقة بالشغل بتاعك. طَب أنا بالنسبة لي واحد مثلًا freelancer فأنت برضه ممكن تجمّع الdata بتاعتك في مكان واحد وتربّطها ببعض، بحيث إن أنت في المستقبل لو حبّيت إن أنت مش ترجع للdata عايز تعمل مشروع مثلًا لعميل شبه مشروعٍ ما، فبدل ما تقعد تدوّر في فايلاتك فهو يبتدي إن هو يستدعي لك تقول له أنا عايز مثلًا ملف بيتكلم عن كذا، 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 يبتدي إن هو يستدعي لك الملف ده. مع ميزة إن أنا أقدر مثلًا آجي عند النقطة دي، ده بيتكلم على الpersona يعني هنا المفروض أنا باشرح الpersona بتاعة العميل بحيث إن هو يحفظها، بحيث إن أنا بعد كده أستعين بيه من ناحية الmarketing من ناحية مثلًا لو عايز أكتب content معين، فهو هيبتدي إن هو يجيب لي الpersona بتاعتي. أنا عايز أربّط الpersona مع مثلًا الإعلانات. هابدأ إن أنا أدوّر على الإعلانات أهي reports مثلًا ad أو KPIs تمام، فأنا لو عملت كده بالمنظر ده هو كده ربط الpersona مع الإيه، الKPIs اللي أنا حاططها لنفسي. فلو رجعت مثلًا على الجراف هالاقي إن في علاقة اتعملت لو كبّرت كده تمام، في علاقة اتعملت ما بين الفايل اللي هو الreadme اللي هو بيتكلم على الpersona والKPIs بقى في علاقة ما بينهم، بقت الملفات لمّا يستدعي ملف الpersona يروح الأول للKPI مثلًا هل إحنا محققين فعلًا الtarget بتاعنا من خلال دراسة الpersona والّا لأ؟ ده بس إيه مثال. أنا مثلًا عايز أروح أربط مثلًا الKPI بالbenchmark تمام، فأنا لو رُحت دوست على KPI ورُحت مثلًا عملت قوسين كده ورُحت كتبت مثلًا benchmark هيطلع لي أهو benchmark هابدأ إن أنا أدوس هينشأ لي برضه علاقة ما بين إيه الKPIs زي فين أهو KPIs وbenchmark الاتنين بقوا مربوطين بإيه ببعض. طيب المهم نيجي بقى للجزء الإيه اللي بعده. إحنا دلوقتي عايزين نعرف بقى البرنامج ده هنستفيد بيه إيه، وبعد كده ممكن نستخدمه في إيه. أنا دلوقتي لمّا هاربّط الأقسام ببعض وهارفع التقارير مثلًا بتاعة الsales وهتترفع كمان أوتوماتيك وهاقول لك إزاي، وهارفع تقارير الCS وهارفع مثلًا تقارير الميديا والإعلانات وكل الكلام ده. فأنا بالنسبة لي أنا عايز إن التقارير دي تتحدث أوتوماتيك وتتربط ببعض وييجي لي تقرير شامل على كل اللي حصل امبارح في الشركة. فهابتدي إن أنا أروح أربط Obsidian تمام، بCloud وهو ده موضوعنا النهارده. فأنا دلوقتي هاروح لCloud Core ماشي، بالمنظر ده وهابتدي إن أنا أدوس على new task وأروح على new Core هادوس على work in project folder تمام. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنا دلوقتي هاروح أربط Claude
بالملفات اللي عاملها لي اوبسيديان، لان اوريدي شايفين كل النقط دي هي عباره عن ملفات محفوظه في مثلا دوكيومنت. لان انا لو رحت مثلا على الدوكيومنت تمام هلاقي ان في فايل اسمه فاهم. فايل فاهم ده اللي فيه بقى كل اقسام الايه الشركه بتاعتي، وكمان اوبسيديان رابطها لي مع بعض. طيب انا هروح على كلود كورك وهبدا ان انا ادوس تشوز ديفرنت فولدر، واروح احدد من دوكيومنت ملف اللي اسمه فاهم، وهيبتدي ان هو يخش على الملفات بتاعه فاهم ويبتدي يستكشف كل حاجه. بس انا في اوبسيديان هبتدي ان انا بقى ايه اربط المعلومات ببعض، زي ما انا ربطت مثلا الكي بي ايز كده بالبنش مارك. خلاص، فهو دلوقتي اوبسيديان بقى يربط الملفات ببعض، عشان انا دلوقتي عايز استدعي مثلا البنش مارك مثلا، هل انا ماشي صح ولا لا، مع الكي بي ايز مع السيلز مع خدمه العملاء وهكذا. فربط الملفات ببعض، اروح لكلود اقول له بعد اذنك بقى اديني بقى تقرير يومي عن اللي حصل امبارح للعملاء. فهيروح يقول لي بص في السيلز حصل كذا، وفي خدمه العملاء حصل كذا، وخلي بالك احنا ماشيين على البنش مارك والهدف بتاعنا اللي احنا عايزين نوصل له ولا لا. تمام. فده الميزه اللي انت هتوصل لها في اوبسيديان مع ربطه بطبعا كلود. ممكن اربطه بمواعيدي، ممكن اربطه بالنوتس بتاعت الميتنج. ممكن مثلا لو انا شركه كبيره بقى تمام وعندي اتش ار وعندي كذا حاجه او كذا قسم في البرفورمانس في الماركتنج اسف، ممكن بقى اقوم داخل جوه الماركتنج بقى واجيب البرفورمانس والبراندنج واجيب الانجيجمنت وهكذا، بحيث ان انا اقوم مربط كله ببعض بحيث اشوف انا ماشي صح ولا ماشي غلط. طيب اول حاجه بقى الخطوات بتاعت التنفيذ بتاعت البروجكت ده، هروح على موقع obsidian.md وهدوس على كلمه داونلود، وهبتدي ان انا انزله للويندوز. ولو انت عندك ماك نزله ليه ايه للماك. في طبعا عندك ممكن تنزله للاندرويد والاي او اس لو مثلا تليفونك ايفون وهكذا او لينكس، كل ده موجود. وفي كمان اداه هنتكلم عليها كمان شويه اسمها كروم ويب كليبر. دي ميزتها ان هي تروح مثلا انا دلوقتي بتصفح في موقع معين او بقرا مقاله معينه، فتبتدي ان هي تاخد المقاله دي وتبتدي ان هي تخزنها لي في اوبسيديان. هبتدي ان انا انزل البرنامج، ادوس على داونلود وابتدي ان انا اسطبه عادي. وبعد ما اعمل سيت اب هروح على اوبسيديان. طبعا الملفات دي مش هتبقى موجوده. هروح اعمل مشروع جديد، هدوس على كلمه دي. انت عندك هتلاقي في حاجه اسمها اوبسيديان فاليد، ده اللي هو الهوم. ماشي، هيظهر لك بالمنظر ده. اول ما تنزل اوبسيديان انت هتروح تدوس عليه وتبدا تدوس على مانج فاليد، وهتبدا تكريت واحد جديد. هتدوس على كلمه كرييت وهتبتدي تسمي المشروع بتاعك. فانا هسميه مثلا ديمو، وهحط الفايلات بتاعه الديمو ده في مثلا دوكيومنت. هدوس على براوز وهروح على الدوكيومنت وادوس على سيلكت الفولدر. طيب تمام، هبدا ادوس على كرييت. هيطلع لي زي ما انتم شايفين حاجه جديده، ويلكم كرييت لينك بس. جميل. هبتدي بقى ان انا اروح انشئ الفولدرات بتاعتي. يعني انا مثلا عايز اعمل فولدر لمثلا الشركه. انا هقول مثلا ده الشركه تمام، وجواه اقسام. هعمل جواه ايه قسم. تمام، القسم ده مثلا اسمه سي اس. تمام، وهعمل قسم تاني للسيلز، وهعمل قسم تالت مثلا للماركتنج. جميل. لو رحت على دوكيومنت بالمنظر ده، لو رحت مثلا على دوكيومنت او رحت على ديمو، هلاقي فايل اسمه ديمو اهو. تمام، زي ما انتم شايفين ادي الشركه. طبعا هاخد الفايلات دي كده كت اللي هي اقسام الشركه واحطها جوه ايه الشركه بتاعتي. جميل. لو رحت على اوبسيديان بالمنظر ده، لو رحت هلاقي ان الاقسام بتاعتي بقت تحت ايه تحت الشركه بتاعتي. طب انا عايز احط جوه السي اس بقى
تمام، احط شويه فولدرات، ببدا ان انا ادوس نيو نوت بالمنظر ده وهسحبها تحت السي اس. جميل. هبتدي بقى اكتب ايه الحاجات اللي انا براعيها او الدوكيومنتيشن اللي انا براعيها في قسم خدمه العملاء. تمام. يعني مثلا هل العميل مثلا راضي تمام بنسبه قد ايه، العميل مثلا غير راضي بنسبه قد ايه، برد بعد قد ايه، اللي هي القواعد اللي ليها علاقه بخدمه الايه العملاء. تمام. وهبتدي اكتب له دوكيومنتيشن بحيث ان انا لما اروح لكلود وابدا اربط الملف اللي اسمه طبعا هروح اختار ديفرنت فولدر واروح اختار اللي هو الديمو بقى اللي انا عملته من شويه. تمام. وابتدي اقول له خش لي على السي اس كده. تمام. واعرف لي الخطوات اللي المفروض امشيها مع العميل. يبتدي ان هو يديني الخطوات دي. هدوس ايه اولويز قال له عشان خاطر يبدا ان هو يخش دايما على الفايل ده. وعايز بقى اروح اربط اللي بيحصل مثلا مع العميل بمثلا اوبسيديان. ده هيتم بقى ازاي؟ هيتم ان انا اروح لو انا عندي مثلا سي ار ام، او انا مثلا عندي ايميل لو انا بتابع الايميل. تمام. فهبتدي ان انا اخد مثلا اكسبورت من المحادثات اليوميه للعميل، وابتدي احطها فين؟ في السي اس. جميل. عشان لما اروح اتكلم مع كلود يبتدي ان هو يقول لي بص حصل كذا كذا كذا. ولو انت عايز تعملها تلقائي هتضطر بقى ان انت تعمل انتجريشن مع كلود، واروح على كلمه كونكتور. ممكن بقى ان انا اروح اربطه بالجيميل لو انا مثلا العملاء بتبعت لي على الجيميل او سلاك. ماشي. او ايا كان المنصه. طب العملاء بيتعاملوا معايا على الواتساب، ممكن بقى عن طريق ايفوليوشن اي بي اي ممكن الفيديو يظهر هنا او هنا. تقدر انت تنزل المحادثات وتبدا ان انت تربطها باوبسيديان. الجميل في كده ان انا ممكن احط القواعد، يعني مثلا هو احط الرولز بتاعه العميل اللي العميل مثلا يترد عليه ازاي وهكذا. وممكن اعمل فولدر تاني للشاتنج او الشات اللي حصل مع الايه العميل. ليه بقى؟ طبعا لازم اروح اربط الاثنين ببعض. هروح اعمل كده واروح اربط الرولز بالشات. انا لما ربطت الرولز بالشات اتعمل علاقه ما بينهم، بحيث ان انا ارجع اقول له هل الشات ده يعني ماشي مع الرولز دي. ماشي. او هو يجيب لي بقى سمري او ملخص عن كل اللي حصل مع العميل ده. تمام. او كل العملاء يقول لي احنا ماشيين تمام او مش ماشيين تمام. جميل جميل. طيب انا دلوقتي عملت علاقه وربطت الشات مثلا بتاعه العملاء، حطيت مثلا الملخص او حطيت اللي حصل امبارح مع الواتساب، هو يديني كل حاجه. ممكن برضو اعمل نفس الكلام في الماركتنج، ممكن اعمل نفس الكلام في السيلز. طيب انا خلصت ربط. هبتدي ان انا اروح اربط كلود كور، هنزله على الديسكتوب، وهبتدي اروح اربط الملف اللي انا عامله اللي هو اسمه ديمو زي ما وريتكم من شويه، وابتدي اساله هو دلوقتي ايه اللي حصل، او اديني ملخص عن اللي حصل في الشركه مثلا في قسم الدعم الفني، او قسم مثلا السيلز، او قسم الاتش ار. او بلاش انت دلوقتي ممكن تعملها في حته تاسكاتك، في حته مثلا المشروع ده وصلنا فيه لايه. يعني احنا ممكن نعمل في اوبسيديان يعني فولدر جديد اسمه بروجكت، واحط جواه تفاصيل كل مشروع، مشروع العميل الفلاني، مشروع العميل الفلاني. وابتدي ان انا اكتب في كل عميل تمام المشروع بتاعه والديدلاين بتاعه، بحيث ان انا ابقى عارف انا واصل لايه مع التيم بمجرد ان انا كتبت على كلود احنا واصلين فين في المشروع الفلاني. ممكن تعمل برضو الميتا، تعرف التقارير. وكل ده لما هيربط لك الدنيا انت ذات نفسك هتعرف تاخد القرارات كويس جدا من خلال اوبسيديان وكلود كور، لان عقلنا بيفكر، عقلنا ما بيحفظش. طبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنساش انت تشترك في القناه، هتلاقي عاملين خصم كويس على كورساتنا، كورسات تعليميه مترجمه. كان معاكم ابراهيم خليل. سلام.